لو بنيت دولة قوية داخليا، دولة بتصدر، دولة فيها سوق كبير، دولة عندها مهارات بشرية عظيمة، دولة عندها التكنولوجيا على أعلى مستوى، لو عملت كل ده لا يعني معناها عندي إيه؟ عندي رصيد. الرصيد ده الناس هتسمعني لما أقول كلمتي. النهارده ليه الناس ما بتسمعنيش؟ لأن إيه؟ ولا أستطيع أن أقدم سالب أو موجب. ليه بتسمع تركيا؟ ليه بتسمع إيران؟ ليه بتسمع ألمانيا؟ لأن الصين دي أنا شفت الصين سنة 77 أول زيارة للصين، ما كانش في عربية في الشارع، ما فيش عربية واحدة في الشارع، كان كل يركب عجل، ما كانش في واحدة ست لابسة غير اليونيفورم اللي لابساه. رحت بعدها ب20 سنة وجدت أمريكا، وجدت نيويورك في 20 سنة. إيه اللي حصل؟ حصل إن استغل الطاقة اللي عنده البشرية، الزراعية، الصناعية، التخطيط، التنفيذ، الضباط، كل ده ممكن أما تبني دولة داخليا كل واحد فيها متعلم بيقرأ ويكتب وعلى قدر من يستطيع أن ينافس، هترجع لدورك ده بمنتهى السهولة. أنا لما بروح الدول العربية كلها، الدول العربية في حالة غضب إن مصر مش هي في المقدمة، لأن ودائما تسمع كذا من كل الحكومات والشعوب العربية، مصر في المقدمة يبقى في عالم عربي في المقدمة، يبقى في عالم إسلامي في المقدمة. مصر تراجع دورها، تراجع دور العالم العربي. مصر كانت المركز الثقافي والحضاري للأمة العربية والأمة الإسلامية، ويجب أن نستعيد هذا. العالم كله النهارده بيشتغل في فضاءات كبير، الاتحاد الأوروبي 27 دولة، في أمريكا اللاتينية تجمعات، في جنوب شرق آسيا تجمعات. لا يمكن إلا أشتغل إلا في الفضاء العربي بتاعي، الفضاء الإسلامي، الفضاء الأفريقي. وأدينا بنشوف النهارده مشكلة النيل. كل ده نتيجة إيه؟ نتيجة إن أنا انعزل دوري وانكمش دوري. إذا بنيت نفسي مرة أخرى داخليا بمنتهى السهولة هستعيد مرة أخرى دوري في العالم الخارجي، وهم متصلين ببعض، لا تستطيع أن تفصل السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية.